في أسئلة معينة أنا ممكن أكتشف بيها الشخص اللي معايا ده مناسب ليا أو لأ. الشخص اللي أنا داخل على معرفتي بيه ده مناسب ليا أو لأ. هل ينفع يكون شريك حياتي أو لأ؟ أسئلة بسيطة قوي وانت قاعد مع نفسك كده ممكن تسألها. من أول الأسئلة وأنا قاعد مع الشخص ده إيه مشاعري؟ بحس بإحساس مثلا تأنيب، عار، عدم راحة، قبول، بهجة، سعادة، أمان، عدم أمان، مش مرتاح. إيه المشاعر؟ السؤال التاني، إيه انطباعي عن نفسي؟ بحس مثلا إنه أنا آه واخد راحتي في الكلام، شايف إن أنا استحق، شايف إن أنا مرفوض، شايف إن أنا قليل. الشخص ده لما بيتكلم بحس استحقاقي بيزيد، بحس ان انا منبوذ، بحس ان هو عمل حاجات كتيرة وانا ما عملتهاش. الشخص ده ايه؟ ثالث سؤال، ايه الحاجات اللي الشخص بيضيفها لي ده وانا قاعد معاه؟ في وعي، في تطور، في طمأنينة، في احساس بالامان، في ان انا عارف اعبر عن رأيي، ولا بيضيع لي وقتي؟ القعدة بتكون سطحية، بتكون مثلا تنمر على الناس، احكام على الناس، بنتكلم في حاجات اصلا ما بتفيدنيش، مفيش علم، مفيش تعلم، مفيش اي حاجة، مفيش نور. فالقعدة دي بتكون اضافة ليا في ايه؟ السؤال الرابع، الشخص ده بيتعامل معايا ازاي وانا في اسوأ حالاتي، وبيتعامل معايا ازاي وانا في احسن حالاتي؟ السؤال الخامس، وانا بقوله ان انا نجحت في حاجة، او ان انا قدمت على شغل، او ان انا في حاجة كنت مستنياها اتقبلت فيها، ايه ردة فعله؟ هل بيكون داعم ليا؟ هل بيغير الموضوع؟ هل بيقلل مني؟ هل بينبسط؟ هل بيشجعني اكتر؟ هل بيديني ان انا اقدر اكمل؟ بيعمل ايه؟ اما اخر سؤال وركز فيه كويس قوي، لو انا قاعد ما بيني وما بين نفسي وقاعد مع الشخص ده قدامي ودايما بسأل نفسي سؤال، هو شايفني ازاي؟ هو بيحبني ولا لأ؟ انا بالنسبة له ايه؟ يا ترى بيقول ايه بعد ما حكيت له الموضوع؟ لو الأسئلة دي بتدور في بالك وانت قاعد مع الشخص، فاعرف ان هو مش مناسب ليك.